كان نفسي قوي في اللازانيا، قلت يا بنت اعمليها، وخصوصا ان حاجتها كلها كانت عندي، فما كنتش هنزل ولا اجيب حاجة ولا بتاع. والله طلعت حلوة قوي. بس في غلطة واحدة هقولك عليها عشان اكون امينة وصادقة معاكي، عشان تاخدي بالك وما تعمليش زي ما انا عملت. جبت باكل لازانيا زي ما انتوا شايفين كده، وفكيته وعملت البشاميل، والبشاميل اللي بتاعها بيبقى خفيف. عارفة بيبقى عامل زي ايه؟ زي عصير الجوافة التقيل، بس كده. ما بيكونش تقيل زي البشاميل بتاع المكرونة بشاميل. حطينا البشاميل في الصينية الأول، وبعدين العصاج، والعصاج بتاعنا بيبقى فيه قوطة كده متسبكة. هقولك عملته ازاي. رق من ده ورق من ده، وبعدين المكرونة، ورق من ده ورق من ده، وبعدين المكرونة. والمكرونة مش بسلقها، بتكون ناشفة زي ما انتوا شايفين. هي بتستوي في كم الطراوة بتاعة البشاميل والطراوة بتاعة العصاج. البشاميل اولا خفيف خالص. دوبت الاربع معالق دقيق في كوب في كيلو لبن على البارد كده، دوبتهم كويس على البارد بالمضرب، ورفعتهم على النار. شكلوا معايا وبقوا بشاميل، واكتفيت بالقشطه بتاعه اللبن، ما حطيتش لا زبده ولا سمن ولا حاجه خالص. ملح وفلفل، وحطيت مكعب المرق اللي بحطه، بيدي طعم حلو قوي للبشاميل. ولو لقيتيه تقيل زودي بقى شوية شوربة شوية مية لو انت حاطة من المرق. اما بالنسبة للعصاج بتاعي، بعمل نص كيلو لحمة على نص كيلو بصل وسمن بسيط جدا، وشوحهم كده مع بعض، ويبدأوا ينزلوا ميتهم ويشربوا ميتهم وتستوي نص سوا. اروح حاطة بقى تقريبا بتاع نص كيلو طماطم معصورة، حطها عليه تتسبك كده معاه، شوية ملح وشوية فلفل، ظبطي الدنيا كده. ويا ريت معلقة صلصة كمان، بتدي لون حلو أو بتعزز الطعم. وما تنسيش معلقة السكر علشان تقضي على المزازة والحموضة بتاعة صلصة الطماطم. بس كده، بسيطة جدا وسهل جدا. والناس فاكرة ان اللازانيا دي بتبقى دسمة قوي، ابدا ولا دسمة ولا حاجة، وكانت خفيفة وحلوة جدا. وباكو طبعا جبنة موتزاريلا كده، اللي هو نص كيلو. بقيت احط بين الطبقات وبعدها، والباقي كله رحت حطاه على الوش. الغلطة بقى يا ولاد اللي انا عملتها، ان انا حطيت الجبنة الموتزاريلا على الوش كلها. مفروض كنت ادخلها الفرن، ولما تستوي اروح حاطه الموتزاريلا على الوش، واطفي بقى تحت، واولع الشوايه بتاع 5 دقايق ولا 10 دقايق، تقوم تاخد لون حلو. لا، انا رحت حطاها من الاول خالص ودخلتها الفرن، وقعدت المده كامله. قعدت تقريبا ساعة الا ربع او ساعة في الفرن. فطبعا الموتزاريلا اتحمشت زي ما انتوا شايفين كده، لولا ان انا غطيتها فطريت تاني وقطعتها. بس كانت برضو حلوة يعني، مش وحشة يعني، كانت كويسة وجميلة. وخصوصا ان المكرونة كانت جوسي قوي من جوه، والصوصات والحاجات دي مخليها جوسي وطعمها تحفة وروعة قوي. وبسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما بنا من نعمة فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة. وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واحفظنا واحفظ ولادنا، واسترهم واكرمهم واجبرهم، وسهل لهم كل عسير، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر صاحب السوء، وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر الوحش كله يا رب العالمين. واجعل لهم في كل خطوة سلامة، واكتب لهم في الطيب نصيب. آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. سويتها على الرف الأوسط، درجة حرارة 220. أخدت تقريبا ساعة إلا ربع واستوت، وبقت زي الفل، وكانت جوسي ولوسي، بصرف النظر عن الوش ولا يهمك، فوتك بعافية.